السلام عليكم. إن أعجبك الفيديو من قناة ليلي بيوتي، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بإذن الله جايبه لكم ماسك في منتهى الجمال. كل اللي هنستخدمه فيه هي بيضاية واحدة، ويكون معانا مناديل ورقية. كل اللي هنعمله هناخد الزلال بتاع البيضة. بعد ما بناخد زلال البيضة بنبدأ بالشوكة كده نربه بالمعلقة أو بالشوكة لحد ما يعمل حاجة زي الفوم. بعد ما بيعمل فوم بنكون غاسلين البشرة كويس جدا، ودي خطوة أساسية، لازم البشرة تكون نظيفة عشان تتقبل الماسك. بناخد بالفرشة الزلال بتاع البيض ونبدأ نحطه على البشرة. بعد ما نحطه على البشرة بنحط منديل ورقي على كامل الوجه طبعا، وعلى كل الأماكن اللي احنا حطينا عليها زلال البيض. بعد كده بناخد كمان طبقة من زلال البيض وطبقة من المناديل، يعني بنعمل حوالي 4 طبقات. يعني في كل طبقة، ما بين كل طبقة وطبقة بنحط كمية من زلال البيض. بعد كده بنسيبه يجف على البشرة مش أقل من تلت ساعة. بعد كده إن شاء الله بنبدأ نزيله من عند الدقن من تحت كأننا عاملين ماسك جيلاتين. الماسك ده بقى بيعمل لإيه؟ بيعمل على شد البشرة، نضارة البشرة، بيخلي البشرة بيضة جدا، بيعمل على محاربة التجاعيد، بيخلي البشرة نقية نضرة بشكل جميل جدا جدا. كل اللي استخدموا الماسك كانوا فعلا من الحاجات اللي فعلا شكروا فيها جدا. زائد ان احنا كمان ممكن لو احنا مش عايزين نعمل اللي هي المناديل او الماسك بتاع المناديل، ممكن نكتفي بان احنا ناخد زلال البيض وبنعمله فوم كده، وبنبدأ بعد كده نفرده على البشرة وبنسيبه حوالي ربع ساعة، وبعد كده بنغسله بالغسول بتاع الوجه المفضل ليكي.